السلام عليكم. لو انت حاطط فلوسك في البنك اسمعني دقيقة. في كلام اتقال بصراحة عن فكرة اسمها مبادلة الدين المحلي، واللي ذكرها هو دكتور محمد فؤاد، خبير اقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، لما اتكلم عن تحويل الدين المحلي من الحكومة إلى صندوق أصول. الفكرة ببساطة، الدولة دلوقتي مدينة للبنوك بأذون خزانة. لو اتنقلت الأذون دي لصندوق مدعوم بأصول، على الورق الحكومة تبان أقل مديونية ويمكن صفر دين محلي. بس أنا كمواطن هسأل سؤال واحد: أنا فلوسي في البنك والبنك واعدني بعائد. لو الدين اتحول لأصول، مين هيدفع العائد؟ ولو الناس احتاجت تسحب، مين هيضمن السيولة؟ هنا تيجي النتائج، ودي مش خيال، دي منطق حسابات. السيناريو الأهدى: العائد يقل تدريجيا، البنوك تشد في الإقراض، الشركات تختنق، الأسعار تهدى يوم وبعدين تكمل طلوع، لأن الإنتاج أضعف وإنت اللي بتدفع بالهدوء شهر ورا شهر. السيناريو الأسوأ: قيود على السحب أو تأخير في الاسترداد، بيع أصول بسرعة وبخصم عشان يوفروا كاش، ولو الكاش ما كفاش الحل الأسهل يبقى طباعة أو تمويل، وساعتها الجنيه يضعف والأسعار تجري والمدخرات تسيح. الخلاصة: الدين ما بيختفيش يا صاحبي، هو بس بيتحول من ورق الدولة إلى ضغط مباشر على جيب المواطن. خليك مركز في إشارات واضحة: لو عوائد الشهادات بتنزل بسرعة، لو السيولة بتتأخر أو الإجراءات بتتشدد، لو في بيع أصول مستعجل ومعاه موجة غلاء جديدة.